لو اخترت أن أجعل على شاشة جوالي آية تذكرني في 24 ساعة بس. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الواحد يدعي يقول يا رب اختر لي ولا تخيرني. رب خيرا لم تنل كان شرا لو أتاك. الخير فيما اختاره الله، أكيد في خير، يعني مو بخير شوي، كثير جدا. ولكن لحظات يجينا فيها اكتئاب، من هم، حزن. كم مرة الله أذاقك مرارة الحرمان وانت تشوف أن هذا المنع شيء سيء لك، تعطل الأمر، مشروع ما تم. لو ربي شايف أن من وراهم مضرة بيصرفهم عنك، بعدين الله يعوضك. أحيانا ينهمر عليك خير الله ينهمر عليك في ساعة تكون أنت في غاية الضيق. فاصبر لربك فلا تيأس، فلذلك أصبر لحكم ربك، هذا حكم. أحيانا بعض الناس إذا قلت له أصبر قال ثم ماذا؟ ثم بعده العوض من الله سبحانه وتعالى، ثم عطايا من الرب جل وعلا خير من الدنيا وما فيها. فالله إيش؟ والله يعلم في أمور الغيب إحنا ما نعلم إلا الصفر. والله لو اطلع الإنسان على أقدار الله لتمنى الخلد في الأرض. والله لو اطلعت على الغيب لاخترت المكتوب. إلى أن أنا كاتب في الواتساب دائما ما أشيلها من سنين لعل خير. ما تدرون وين الخير. إيش معنى الخير؟ المؤمن دائما يمشي بخيرة الله سبحانه وتعالى. أي شيء يحدث لك خارج نطاق قدرتك خيرة، ولله حكمة وله تدبير سبحانه. عش بهذه الخيرة فيما اختاره الله، والله تقعد يعني مطمئن. طمن قلبك، شوف كيف ارتاح قلبك. قصة يوسف عليه السلام شلون الخير اللي فيها. يوسف عليه السلام كان في الجب، رموه اخوانه في البير، ما في أمل أنه يطلع نهائيا. أصبح عزيز مصر بأعظم مملكة في ذلك الوقت. أتى يوسف نبي وصديق وعزيز. الله سبحانه وتعالى دائما يدبر أمرنا وبأحسن تدبير وبأحلى وجه. إن الله حكيم يدبر الأمر. بس اللي عليك أنك أنت تتيقن من تدبير الله سبحانه وتعالى لك، أنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى بيقين. وإحنا اللي علينا نسلم الأمر لله. وأعط حتى يعطيك العظيم. الله سبحانه وتعالى راح يعطيك اللي تبيه. الله سبحانه وتعالى يرضيك يوم من الأيام، والله لابد أن يرضيك. إن ما أعطاك الله في الدنيا خزن لك في الآخرة. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال.